السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده على القناه. اليوم باذن الله غادي نوجد معكم هاد السفه كتجي رائعه وكتوجد دغيا في 2 دقائق. كتكون السفه ديالكم واجده هكا لضيوف الغفله او لا تشهيتوها. سفه بلا كسكاس بلا كثره المراحل، سهله وسريعه. فان شاء الله الا تبعتوا معايا الطريقه والمقادير بالضبط فغادي تنجح معكم من اول تجربه. فبسم الله على بركه الله والصلاه والسلام على رسول الله. غنحتاج واحد الاناء اللي غندير فيه الماء، يكون هكا الماء الكافي، وغندير فيه شويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت، ممكن ديروا الزبده، وغادي نشعل عليه النار حتى يوصل لمرحله الغليان. وهنا جانبا كناخذ السفه، انا خديت هنا ديال العلبه، جربتها بعده انواع والحمد لله كتنجح معايا. ديال العبار باقي ما جربتهاش فيها، ولكن هذه ديال العلبه. حاولوا انكم تختاروا نوعيه جيده تكون هكا صفراء، يعني ديال القمح. كتكون واحد النوعيه اللي كتكون شويه اللون ديالها مايل للبياض، فهذه كتكون فيها نسبه ديال الفورس كثيره فممكن انها تلصق. فانا كنستعمل النوعيه اللي كتكون هكا صفراء. ضروري تختاروا النوعيه اللي كتكون صفراء وهكا ديال القمح باش تنجح معاكم. صافي كناخذ كميه ديال الزيت، كنحاول نلبس بها هذيك السفه كامله وندهنها تقريبا واحد ربع كاس ديال الزيت. من بعد كنديرها في الاناء اللي درت فيه الماء اللي وصل لمرحله الغليان. ضروري من هذه النقطه، حيت الماء الا ما وصلش للمرحله ديال الغليان هاد السفه غادي تطلق ليا الجلوتين وبالتالي غادي تلصق. فكنرميها كامله ومن بعد كندير واحد الكرون وحدايا كندير فيه 2 دقائق وكنبقى نحسب وانا كنحرك. دائما انا كنستعمل الكرونو في هذه السفه باش كنضمن انني كنوجدها في 2 دقائق. ف2 دقائق بالضبط كافيه انها توجد معكم. صافي كنبقى نحرك هكا باش ما يبقاوش ليا شي تكتلات، والسفه كلها كتحل في الماء وكتلبس بداك الماء وكطيب. صافي كنبقى نحرك غير كتوصل 2 دقائق. كنقيسها هكا بصبعي، فكتقسم معايا داك السفه، ديك الحبه ديال السفه. صافي كنعرف بان السفه ديالي وجدات. كنكون موجد من قبل الاناء اللي غادي نصفيها فيه. ضروري تكونوا موجدينه من قبل لان هاد السفه كتبغي السرعه. صافي كنصفيها مباشره. من بعد ما كنصفيها كنحركها بواحد الملعقه خشبيه باش كنحاول نهبط ديك النسبه ديال المياه كامله، ومن بعد كنديرها في واحد الاناء هكا اللي يكون كبير. انا غالبا تنديرها في القصريه ولا في شي طبيصيل. حاولوا انكم تسرحوها بملعقه خشبيه وتبداو تحركوا فيها، وكتضيف واحد الملعقه كبيره ديال الزبده. من الافضل تكون زبده حيوانيه باش كتعطينا مذاق احسن. ودائما كنحاول انني نحلها بهذه الملعقه الخشبيه سخونه. اللي بغات دير هذه العمليه باليد ديالها ممكن، ولكن انا كنستعين في الاول بالملعقه الخشبيه باش كتحل كامله. هاد العمليه كتساعد ان السفه كتحل اولا وكتلبس كلها بهذيك الزبده، وحتى داك الفائض ديال الماء كتشربه اللي كيكون باقي لاصق فيها. صافي ملي تنوصل لهاد المرحله السفه ديالي صافي راه كتكون واجده. كنضيف ليها الاضافات. كنضيف هنايا الملح، لان الملح اللي كنديرو في الاول راه كيمشي مع الماء. وكنضيف هنا سكر منسم بزهره البرتقال. ممكن ديروا الفاني، ديروا الحليب بودره، ديروا ايضا النيسلي او الحليب المركز المحلى. كيبقى التنسيمات على حسب يعني كل وحده والذوق ديالها. صافي هنا كنحاول انني نحلها كبديه. كيف كتشوفوا معايا راه كتجي كلها مفروزه وحبه على اختها. فالسفه ديالي ماشي كنديرها في صفايه وصافي تنخليها. ضروري من هذه المرحله، لان هذه المرحله اللي كنخدموا فيها السفه ديالنا وكتجي مفرته. فإلا درناها في صفايه وخليناها راه داك الماء كينزل وديك السفه كتزيد كتكمل الطياب بهذيك درجه الحراره، وبالتالي راه غادي تعجن. فضروري من هذه المراحل وهاد لي زاستيس اللي عطيتكم انكم اولا تختاروا نوعيه جيده ديال السفه. ثانيا لما خصو يوصل لدرجه الغليان عاد باش ديروا فيه السفه ديالكم، ما ديروش السفه في الماء بارد. وثالثا ملي تصفيوها بسرعه كديروها في واحد الاناء اللي كيكون هكا واسع.
وكتحاولوا تحلوها. هنا خديت الزبيب، صراحه الا بغيتو ديروا الزبيب من الاول يعني مع الماء كديروه، انا نسيتو حتى لهنا عاد باش قلت نزيد الزبيب، درت الزبيب في الماء حتى طلق ليا داك الغبره اللي فيه، صفيت داك الماء ودرت فيه واحد المعلقه صغيره مسوحه ديال الزبده، شويه القرفه، واحد هكا مربع ديال السكر، وكنضيف سكر منسم زهرة البرتقال، ودرت الماء الكافي اللي غيتعسل فيه، كنخليه حتى كيتعسل ومن بعد كنقدم السفه ديالي. هنا كيف شفتوا معايا السفه خليتها حتى قدمت الغدا ديالي عاد باش حطيتها ودرتها انها تسخن شويه. ممكن انكم تقدموها مباشره في ديك المرحله اللي ضفت ليها السكر منسم بزهره الفاني، كتكون باقا سخونه وصافي كتقدموها مباشره، يعني كتحطوها. وإلا بغيتو انكم تحتفظوا بها حتى تبغيوها راه كتسخنوها في الكسكس وكتقدموها كيف درت انا، راه كتجي زوينه وكتجي مفتوله كيف كتشوفوا معايا. غير تبعوا المراحل راه ان شاء الله غادي يصدق معكم من اول تجربه. ضروري تضبطوا ليها الوقت باش هكا ما تفوتوش ليها الوقت في الطياب، وايضا ما تنقصوش ليها وتجي السفه ديالكم ناقصه في الطياب ومكنزه. فهنايا خديت الطبيص اللي غنقدمها فيه، درتها هكا بالشكل كلاسيكي، قدمتها عادي. ممكن ديروها بتقديم بريستيج، كيبقى التقديم على حساب كل وحده وعلى حساب المتوفر. درت هنا في الوسط درت السفه ديالي على شكل هرم، ودرت داك الزبيب المعسل في الوسط، وحاولت انني نهبط بخطوط ديال الثقيل، وعاد غادي ندير خطوط ديال القرفه. اللي بغات دير ليها السكر من الاول فكتضيف كميه ديال السكر حبيبات من الافضل، وكتخلطوا معاه حيت السكر حبيبات ما كيطلقش الماء. السكر كلاصي الا درتوه للسفه ديالكم راه غادي غتطلق لكم الماء. فمن الافضل ديروا غير السكر حبيبات وتخلطوها عاد تقدموها، او لا تقدموا معها السكر كيف غندير انا. واللي بغى الكميه ديال السكر على حساب الحاجه راه غادي يتناولها. فهذا هو الشكل النهائي ديال السفه ديالي. ممكن انكم تزينوها باللوز، فانا درتها هكا في اخر لحظه، يعني قدمتها بتزيين بسيط وبداكشي اللي توفر عندي. فكنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه ان شاء الله وبهذه الطريقه وتحترموا هاد النقط كامله اللي قلت لكم، فان شاء الله غتنجح معكم من اول تجربه الا احترمتوا هاد النقط اللي قلت لكم في الاول ديال لا فيديو. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده على قناتي باذن الله.